اللاعبين هذول في التاريخ اكيد يدخلون في التاريخ ويسجلون اسمائهم بذهب في سجل هذه الكأس، كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. عيسى حياته رئيس الكاف حاضر في هذا العرس الإفريقي. وتقدم الجميع. عبد الملك سلال الوزير الأول الذي يسلم الميداليات والفرحة بادية، طبعا بالإضافة إلى وزير الرياضة البروفيسور محمد تهمي وكذا محمد روارة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. إذن تتويج الوفاق هو استمرار لتألق المنتخب الوطني لكرة القدم الأحسن عربيا والأحسن إفريقيا والمتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا قبل جولتين. هذا يبين يأكد أن كرة القدم الجزائرية في صحة جيدة، لكن لابد من العمل والعمل والعمل على الأقل للحفاظ على ما وصلنا إليه حتى الآن. الجمهور يحيي بشدة وبقوة حسن حمار. نتمنى إن شاء الله هذه بداية لكرة القدم الجزائرية، وكما قلت مسعود من غير العمل من غير الانضباط من غير صرامة ما تنجمش توصل للنتائج الإيجابية. وحسب منا كمدربين وكمسؤولين نعملوا أكثر من الماضي ونخموا أكثر للمستقبل، لأن سمعة الجزائر صارت سمعة كبيرة محترمة جدا على الصعيد العالمي ثم على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإفريقي. ضروري العمل أكثر للحفاظ على هذه المكتسبات ولتدعيمها بمكتسبات أخرى. تتويج بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمر تاريخي وهدية متميزة يقدمها وفاق سطيف وفاق الجزائر لكل الجزائريين بمناسبة ستينيات عيد الثورة الجزائرية المجيدة. طبعا دوري أبطال العرب تداول على الحصول عليه العديد من النوادي. بالنسبة للنوادي العربية 11 نادي عربي فاز بهذا الكأس أو بهذه الكأس بنظامها الجديد. طبعا اليوم صار 12 نادي عربي، 2 للرجاء البيضاوي المغربي، 6 للأهلي. والتحية خاصة لمهندس هذا الفوز إن صح التعبير مضوي خير الدين. قلت 6 للأهلي، 1 للزمالك، 1 للنجم الساحلي، و1 للترجي التونسي. على الصعيد الوطني أو بالنسبة لإنجازات النوادي الوطنية، شبيبة القبائل سنة 81 كأس أفريقيا للأندية البطلة، مولودية الجزائر كأس أفريقيا للأندية البطلة 76، ثم شبيبة القبائل سنة 90. الرابعة كانت من وفاق سطيف سنة 88، والخامسة رابطة أبطال إفريقيا هي من إنجاز وفاق سطيف. المواهب موجودة في الجزائر مسعود، من غير إن شاء الله نتمنى كما نقول لك هذه البداية، خاصة الفوز هذا راح يسمح للمسؤولين يخمموا أكثر على الفرق، ولكن الفرق تخمم أكثر على المنتخب. احنا الهدف تاعنا في البطولة هو نوصلوا اللاعبين للمنتخب الوطني ونشرفوا كرة القدم كما شرفتها الوفاق. تحية أخرى رئيس الفريق حسن حمار. رغم الصعوبات، رغم الهجرة الجماعي للاعبين، رغم المصاعب والمشاكل، تمكن من الحصول على كأس إفريقيا وكأس رابطة أبطال إفريقيا. تصور لما ترشح لرئاسة النادي في لحظة هشام، ربما بعد القليل سأعطيك الكلمة، لأنه هي لحظة تسليم الكأس في هذه الأثناء. علم محبي الكرة الجزائرية بهذا التتويج من قبل لاعبين أبطال، لاعبين شباب، كثير منهم لم يكن مولودا ولم يكن موجودا اصلا منذ تتويج الوفاق باخر كاس سنه 1988. ماثل الخضيريه كان عمره سنه، امين ميقاتلي كان غير موجود لانه مولود في 87. فريد ملولي كان عمره 4 سنوات وهو اكبر لاعبين. اكرم جحنيت 91 لم يكن موجودا. اذا مبروك، الف مبروك للوفاق. كلمه اخيره ربما يونس ابتسام. هنيئا للوفاق، هنيئا لكل الجزائريين. نتمنى ان شاء الله نشاهدوا فرق اخرى في منصه التتويج. ولك ما تقول يا هشام في اخر وفي ختام هذا النقل المباشر؟ سيكون معي حمار طبعا. ليكن حمار. اذا قلت هو تتويج الابطال، تتويج الابطال ياخذ صوره تذكاريه الان. مسموح له ياخذ صوره تذكاريه، وبامكانك محاورته وهو حسن اخذ الصوره تذكاريه. حسن يرقص فرحا على المباشر. وعدت الجميع اذا فزت برابطه ابطال افريقيا حصتين تدريبيتين.
والله نقول لك حاجه ندير 5 ماشي غير 2 بار. الحمد لله يا ربي التوفيق مع ربي. كان ممكن يزيد نشوف حسن هذا الكاس هذه نهديها. نشوفك في الكاميرا، تفضل معايا. كما قلنا نهديوها لفخامه رئيس الجمهوريه، نهديوها لكل 40 مليون جزائري، لكل الشهداء اللي ضحاوا على البلاد هذه. قلنا باللي اولاد نوفمبر ما يخسروش في نوفمبر، الحمد لله يا رب. حسن، في برنامجك الانتخابي سنة 2012 في ديسمبر قلت بأنه سنة 2016 نهاية العهدة الأولمبية سيكون الوفاق في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. اليوم الوفاق يتوج برابطة أبطال إفريقيا. هذا فضل تاع ربي والمجهودات تاع الناس وكل سلطات محلية. أكبر مسؤول في البلاد فخامة رئيس الجمهورية. هو إذا وشاح احتفالات الجزائر بستينية الثورة الخالدة، وفاق سطيف يهدي كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للجزائر في الفاتح نوفمبر 2014. ومن ملحمة الوفاق الرياضية إلى ملحمة